صباح الخير حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. موضوعنا النهارده مهم جدا ان احنا نفهمه كويس قوي عشان نقدر نفهم ازاي نتعامل مع الشخص اللي قدامنا لو كان بيحمل الصفة دي. بس اتمنى قبل ما اكمل الفيديو اللي ما شرفنيش بالاشتراك في القناة ينورني بالاشتراك. الاشتراك فيه مستطيل احمر تحت الفيديو، تضغط عليه سبسكرايب تبقى اشتركت، وجنبه علامة الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اول باول. ولو عجبكم ان شاء الله الفيديو تعملوا لايك وشير، واكون متشكرة جدا ليكم لكل تعليقاتكم. الشخص اللئيم، الكلمة دي احنا بنطلقها يوميا على اشخاص احنا بنتعامل معاهم. مبدئيا قبل ما نقول الصفات علشان اقدر اميز ان الشخص اللي قدامنا ده لئيم، وفي اخر الفيديو هقول لكم ازاي تتعاملوا مع الشخص اللئيم، اعرفوا ان الشخص اللئيم ده هو بقى فيه الصفات دي بسبب انه بيعاني من عقد نقص وشعور بالتعاسة في حياته. مهما احنا كنا شايفين الراجل ده ناجح، هنبص ورا نجاحه ده هنعرف ان هو عنده تعاسة بشعة. ايه صفات الانسان اللئيم عشان تقدروا تميزوه وانتوا بتتعاملوا في حياتكم اليومية؟ بنقابل ناس كتير بعقد نفسية كتيرة، لكن الشخص اللئيم ده التعامل معاه خطير جدا لانه بيحمل صفات شر مش طبيعية. مثلا اولا تلاقي نفسك وانت بتتكلم معاه بيحكي لك عن اسرار الناس وفتحهم، يحكي لك عن كل اسرارهم، فاعرف وانت بتتكلم معاه عن اي حاجه تخصك هو كمان هينقل سرك. يبقى الشخص اللئيم لا يؤتمن على سر، واكم من الناس بنشوفهم كده. تلاقيه لما بيجيب صفات بيتكلم عن الناس التانية بيتكلم عن عيوبهم، وتلاقي عنده شماتة في الامور السيئة اللي مروا بيها في حياتهم. كلنا وارد ان احنا نمر بصفات بامور ممكن تكون فيها سقطات في حياتنا. تلاقي بقى اللئيم ده شمتان وما يتكلمش عن المميزات اللي في الناس دي، لا يتكلم عن عيوبهم والمواقف اللي تعرضوا لهم ويفضحهم. ملوش وعد، اخلاف الوعود حتى لو هو قادر انه يوفي بيها تلاقيه ما قدمش اي وفاء لاي وعد هو وعده لك، رغم انه بيبقى قادر انه يوفي بيه. تلاقي الراجل ده اللئيم او الانسان اللئيم ده سواء ست او راجل حسود، بيحسد الناس على اي نعمة ربنا عطاها لهم مهما كانت بسيطة، ويمكن هو بيملك اضعافها. حسود ما يحبش يشوف حد في خير. من صفات الإنسان اللئيم بذاءة اللسان، بيشتم عاطل مع باطل، لسانه زفر زي ما احنا بنقول بالبلدي، وده مش سهل. السباب ده يعني مش حاجة سهلة إن يقوم بيها إنسان، إلا الإنسان اللئيم ده طبيعي جدا في أسلوبه. الإنسان اللئيم مهما عملت معاه جاحد ناكر للمعروف. مصيبة دي. لما تيجي بقى تلاقيه هو بيتعامل مع الناس تلاقيه ما عندوش اي مشاعر رحمة، بل بالعكس لما يلاقي الاشخاص اللي هو بيتعامل معاهم ضعاف بيستقوى عليهم اكتر ويتسلط عليهم اكتر. تلاقيه بخيل في المساعدة، يرفض انه يقدم المساعدة لاي انسان مهما كانت هتفرق في حياة الانسان اللي قدامه دي، ومهما يكون هو قادر انه يقدم المساعدة بتلاقيه رافض انه يقدم اي نوع من انواع المساعدة، لان هو اصلا في الاصل بيتمنى الاذى ليهم، فهيساعدهم ازاي؟ تلاقيه عنده قلة مروءة، ما عندهوش مروءة، وتلاقيه متطفل على حياة الاخرين، عايز يعرف سقطاتهم باي طريقة. ما عندوش اي قدرة انه يتسامح نهائي. يعني انت لو عملت فيه حاجة سواء قاصد او مش قاصد مش هيسامحك ومش هيقبل منك اي عذر. عادة الانسان البخيل بيبقى شايف نفسه ملاك، ما بيغلطش، ما بيعرفش يشوف اخطائه،
ولا يعترف بيها. دايما الانسان اللئيم بيكون بخيل، بخيل، ياخد ويستغلك قد ما يقدر، وياخد منك قد ما يقدر، لكن مستحيل انه يديك اي حاجه ايا كان نوع العطاء، سواء مادي ولا معنوي. بخيل. كارثه انك تتعامل مع بني ادم من النوع ده. مصيبه انه حتى لو قدم مساعده لحد يمن عليه بقى، يفضل يمن عليه. تخيلوا انتوا انسان بالصفات دي ممكن اتعامل معاه ازاي؟ هما طريقتين ملهمش تالت. لو انت بقى مضطر انك تتعامل معاه، مضطر بقى انك تحتويه، وده مجهود كبير جدا منك، بس لو مضطر يعني هتعمل ايه؟ هتحتويه، تسمعه، اسمعه، خليه يتكلم، يقول كل اللي جواه، لانك وهو بيتكلم هتعرف ايه الافكار اللي بتدور في دماغه والتفكير اللي مسيطر عليه تجاه نقطة معينة، وحاول انك من خلال ده تشده كده للطريق ايه الكويس، تظبطه. مع اني خدوها قاعدة، مش ده لازم يروح لدكتور يعمله دكتور نفسي يعمله تعديل سلوك، وده مش هيحصل الا لو هو رفض اللي بيحصل ده والصفات اللي عنده دي وعايز فعلا انه يصلحها. انتوا فاهمين؟ يعني انت مهما بتحاول، احنا نحاول لو انا مضطر ان انا اتعامل مع شخص لئيم ان انا اشده للطريق القويم، مع ان ده مش هيحصل الا لو هو عنده الرغبه الحقيقيه في انه فعلا يغير ده، وانه يروح لدكتور يغير له، يعمل له عمليه تعديل سلوك. العلاج التاني انك تعامله بحذر شديد وبرود، اياك تخليه يعرف حاجه عن حياتك الخاصه او انه يتدخل فيها، لان تدخله هيبقى مؤذي، واياك انك يعرف اسرارك لانه هينشرها على الملأ، فتتعامل معاه بحذر شديد، والافضل انك ما تتعاملش معاه خالص، استبعده. لكن لو مضطر انك تتعامل ببرود، بجفاء، ما تدوش فرصة انه يخش على حياتك الخاصة بأي شكل من الأشكال، وربنا يكفينا شرهم، ربنا يكفينا شرهم. إلهي كل اللي عاملين كده ربنا كفيل بيهم. ونورتوني حبايبي، وأتمنى إن أنا أكون فدتكم، وصباح الورد، وبحبكم جدا وحشتوني جدا. وعايزة أقول لكم على حاجة، اي كومنت يعني اي موضوع انتوا عايزيننا ان احنا نتكلم فيه سجلوه في الكومنتات بتاعتكم تحت الفيديو، وان شاء الله نخليها موضوع الفيديوهات القادمة. واكتر تعليق هياخد لايك هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله. ونورتوني وصباح الخير.